بصدر فرخة واحد هتقدري تعملي الصينية التحفة دي. هنعمل صينية نجرسكو كده بسيطة وسهلة جدا ومش مكلفة خالص، هقولك ازاي تبقى متماسكة معاكي بالشكل ده وريحتها تقلب الدنيا. حلوة قوي قوي قوي، وبهاراتها بسيطة وامكانياتها بسيطة جدا طبعا توفيرا لغلو اللحمة واسعار الفراخ اللي بقت رهيبة. هنعملها بصدر فرخة واحد بس. هتعملي احلى صينيه نجرسكو بطريقه بسيطه جدا. يلا الاول نسمي الله ونقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه عملتها جبت حله بتاعتي كده مليانه ميه واحطها تغلي على النار، وهنزل عليها بمعلقه من الملح الصغيره وعليها معلقتين من الزيت. هنعمل دلوقتي كيلو واحد من المكرونه. الصينيه بتاعتنا دي هنعمل فيها كيلو واحد من المكرونه القلم. طبعا تقدري تعمليها بالاسباجيتي برضو، هي اصلا الاسباجيتي النجرسكو، بس انا هعملها النهارده بالمكرونه القلم بتاعتنا العاديه خالص. بس كده هنزل بقى معايا بكيسين مكرونه. معايا كيسين مكرونه من الملكه، الكيس حوالي 400 جرام. هنزلها بقى في الميه السخنه دي. هديها تقليبه بقى ويلا نشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتي. طبعا مش عايزه افكرك ما تنسيش اللايك بتاعك الحلو كده، ولو انتي لسه اول مره تشوفيني اعملي شير وسبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. انا معايا هنا صدر فرخه واحد او حوالي يعني ازيد من الربع كيلو من البانيه بشويه. هبدا ان انا اقطعه شرايح كده، ممكن انتي تقدري تخلي الراجل هو اللي يقطعهولك. ارفع من الشاورما، خليها شرايح رقيقه خالص كده عشان تبقى سهله معاكي وما تبقاش باينه في المكرونه، يبقى طعمها حلو يعني. ما تبقاش كبيره قوي او ما يبقاش حجمها كبير قوي. هقطع الكميه كلها اللي معايا بتاعتي. لكن بالظبط يعني انتي لو عندك بانيه او ما عندك فيليه حوالي 5-6 قطع، مش اكتر من كده على الكيلو من المكرونه. كده خلاص بقى انا خلصت الكميه بتاعتي. خلصت كده انا الكميه اللي معايا كلها. نرجع نشوف بقى هنعمل ايه تاني. كده خلاص المكرونه عندي اتصفت. حطيت مصفى في الحوض واولع عليها الميه لسقعه عشان انا مش عايزاها تكمل سواها او تتهري معايا وانا برص الصينيه بتاعتي. وهبدا ان انا انزل المكرونه كده وبعد ما اتسلقت او خدت بالظبط 3/4 سوا، هبدا ان انا ابردها على طول بالميه الساقعه عشان ما تكملش سواها في السخونيه. هبردها يعني على طول. بس كده خلاص انا بردت المكرونه. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. نشتغل بقى في الحشو بتاعنا او في الفراخ بتاعتنا. جبت حله على النار وحطيت فيها معلقتين من السمنه او اي ماده دهنيه إن عندك، وهبدا ان انا انزل بالفراخ كده بعد ما غسلتها حلوه قوي بالخل والملح وعصرت عليها عصرتين ليمون عشان امنع اي زفاره فيها خالص. التقطيعه بتاعه الفراخ تقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه، بس يعني هي يستحب انها تبقى صغيره او تبقى يعني رقيقه خالص. مش هحط بهارات ومش هحط اي حاجه دلوقتي خالص. هبدا ان انا اقلبها كده تقلبتين لغايه لما الفراخ بتاعتي او البانيه بتاعي يغير اللون بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. كل ده النار وسط، ما بين الوسط وما بين الهادي. ما تعليش النار عليها قوي لان انا عايزه الفراخ بتاعتي يبقى فيها صوص ما تبقاش ناشفه. نزلت هنا عليهم ببصلتين كبار تقطيع صغير، ما تبقاش كبيره قوي وما تبقاش صغيره قوي او مهريه قوي عشان تديني الطعم اللي انا عايزاه. ونزلت عليهم كمان بقرن فلفل حار ده اختياري. تقدري تحطي فلفل الوان برضو ده اختياري. اللي مش حابب هي الفراخ والبصل وبس. بهارات عندي بقى هنا ضرورية جدا جدا. معايا ملح وفلفل اسمر، ومعايا معلقة من الكمون، عليها معلقة من القرفة، ومعلقة من البابريكا. القرفة هنا ضرورية جدا جدا، بتغير طعم البشاميل معاكي اطلاقا، بتخليها تروح في حتة تانية كده خالص. جربوها بالطريقة دي وما تحطوش اكتر من كده من البهارات. انا عايزة طعم البهارات كده يبقى واضح، او طعم القرفة اللي معايا يبقى واضح كده في الاكل، هتخليها بجد طعمها تحفة.
كده خلاص انا يعتبر خلصت الخلطة بتاعتي. هسيبها بقى كده على نار هادية تنزل البصل بتاعي يستوي وينزل المية بتاعته، والفراخ برضو تشرب من طعم البصل وينزلوا الصوص اللي انا عايزاه، اللي هو هيخلي المكرونة بتاعتي تبقى جوسي وحلوة جدا وتبقى طرية ما تنشفش معاكي، حتى لو قعدت باليومين والتلاتة معاكي ما تنشفش خالص مهما تسخني فيها. هنقلها بقى على العين التانية كده تاخد وتدي مع بعضها وكله يستوي مع بعضه. ويلا مع بعض نعمل البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا ومش هيكلكع معاكي ابدا، وفي نفس الوقت هنحط له كل الحاجات المفيدة يعني اللي هتخليه يبقى معاكي طري وجوسي. نقلتها بقى هنا على العين الهاديه خالص اهي، تنزل الميه بتاعتها والصوص بتاعها. ويلا نعمل مع بعض البشاميل. جبت الحله الكبيره بتاعتي وهبدا نزلت عليها ب3 معالق من السمنه، عليهم 3 معالق كبار هرميين من الدقيق. هبدا اقلب فيهم كده كويس جدا، ما تستعجليش عليه لغايه لما الدقيق معاكي يشرب كل السمنه وريحه الدقيق بتاعتك تطلع عشان يبقى مستوي معاكي ويبقى حلو. هيبقى معاكي بالطريقه دي او بالشكل ده. هناخد الدقيق كله اللي في الجوانب ونبدا نقلب فيه لغايه لما ينشف معاكي كده والدقيق يبدا ان هو يستوي. بعد كده هبدأ ان انا انزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق وكوباية يا اما من الشوربة يا اما من مية المكرونة يا اما من المية العادية. حلوة قوي قوي قوي، احسن ما تعمليه كله بالمية، هيطلع معاكي طري وسلس جدا جدا. هنزل بقى معايا ب3 كوبايات من اللبن الكبار، لبن عادي، لبن بقري، جاموسي، معلب زي ما انت عايزة. وهنبدأ نقلبهم. نقلب كده، هو ساقع يعني، هو اللبن لازم ينزل ساقع، لو نزلتيه سخن او مغلي هيبدأ ان هو يتكتل ويخرز معاكي البشاميل. كده انا نزلت كوبايتين، وادي الكوباية الثالثة معايا كوباية من المية بس. هنقلب بقى حلو قوي قوي لغايه لما الدقيق معاكي يدوب. طبعا كل ده على نار هاديه خالص. الخلطه بتاعتي او البانيه بتاعي خلاص نزل الصوص، شايفين الصوص ده بس كده، والبصل معايا استوى. هطفي عليه بقى وهسيبه لغايه لما اخلص البشاميل بتاعي. يجي بالبشاميل ما سيبهاش خالص. هبدا ان انا اتبله دلوقتي، هو خلاص بدا ان هو يخرز معايا. بدات ان انا انزل عليه بواحده من الماجي، وهنزل بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، وهنزل بالبضايه في الاخر خالص قرب ما البشاميل بتاعي يستوي. حابه تحطي البيض مفيش مشكله، مش حابه برضو البيض هنا اختياري. نزلت كده بحوالي ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وهنزل عليهم بالملح، وهبدأ برضو اقلب على طول على طول على طول، وايدي فيه مش هسيبه خالص. انا ما حبيتش ان انا اجري الحته دي عشان تشوفوا كل الخطوات بتاعته. كل ده على نار هاديه، ما تعليش عليه النار عشان يستوي معاكي ويبقى حلو ما يتكتلش. هنا بقى هنزل بالبيضه بتاعتي، خلاص هو كان بدأ ان هو يتقل معايا اهو. هنزل كده بواحده من بيضه كامله، وهقلبه على طول على طول، مش هسيبه خالص. هيديكي لون حلو قوي قوي وقوام كريمي رهيب. بس كده خلاص. شايفين بقى القوام بتاعي بقى عامل ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه اكتر من كده، مش عايزاه يبقى تقيل قوي. بس كده هطفي بقى ويلا نرص الصينيه بتاعتنا. هنا طبعا كان في مقطع اتحذف. حطيت الصينيه، حطيت من تحت حوالي كبشتين كده من البشاميل، وبعد كده حطيت شويه من المكرونه، وهبدا ان انا احط الحشوه بتاعتي. عايزه اقول لكم الصوص بجد كان طعمه تحفه، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، واوعوا تنسوا معلقه القرفه، بتفرق في الطعم جدا جدا. خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي كلها اهو. هبدأ بقى افرشها كده عشان تبقى كل حتة متطعمة من الصوص والفراخ بتاعتي وكل حاجة. زي ما قلت لكم موفرة جدا عن اللحمة، وفي نفس الوقت طعمها مختلف اطلاقا. طعمها حلو جدا، ومش عايزه اقول لكم احسن كمان من اللحمه، كمان للناس اللي ما بتحبش اللحمه. هبدأ كده ان انا افرش المكرونه بتاعتي كلها.
زي ما انتوا شايفين كده. مش يعني انا ما حطيتش الكيسين كلهم، يعني بقى حوالي كوبايه كده من المكرونه. لو انت حابه ممكن تعملي كيس ونص بس من المكرونه اللي هي 400 جرام. وبعد كده هبدا بقى ان انا ارص البشاميل بتاعي، هحط كل الحله الاول، وبعد كده هبدا ان انا اسويها او املى كل الاطراف بقى. طريقتها سهله وبسيطه جدا جدا وموفره، شغلها كتير شويه بس بجد تحفه. الاكله بقى اللي بتنزل كده القلب على طول، متنزلش المعده، دي بتنزل القلب كده على طول. كده خلاص انا خلصت الصينيه بتاعتي اهو. هبدا بقى ان انا اسويها بالشكل ده كده بالراحه خالص. طبعا بقى حابه تضيفي اي نوع من انواع الجبن متاحه ممكن. مش حابه البشاميل يكفي، صدقيني البشاميل كريمي جدا جدا وهيديكي اللون والمطه اللي انت عايزاها. حابه تحطي بقى موتزاريلا في قلب البشاميل ماشي، حابه تحطي جبن على الوش ماشي، فبراحتك يعني. كده خلاص خلصت صينيتي اهو. معايا بقى هنا شويه من الجبن الرومي المبشوره، متاح عندك متاح، مش متاح ما فيهاش اي مشكله خالص. هبدا كده ان انا ارشها على الوش بتاع الصينيه بتاعتي، وهدخلها طبعا الفرن. انا كنت مشغلاه بقاله 5 دقايق. هدخلها على الرف الاوسط لغايه لما تبدا الحروف بتاعتي كده تبدا تاخد لون او تتقرمش. هبدا ان انا اشغل الشوايه، وهتطلع معاكي احلى صينيه نجرسكو ممكن تدوقيها. بجد 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 رهيبه. دخلتها الفرن خلاص، قعدت حوالي ربع ساعه بالظبط. وده كان شكلها، شايفين شكلها تحفه بجد، طعمها كان رهيب. وادي اللون النهائي بتاعنا. هتطلع معاكي متماسكه. سيبيها لما تهدى شويه بعد ما تطفي عليها الفرن، سيبيها لما تهدى شويه، ما تقطعهاش وهي سخنه قوي. هتطلع معاكي متماسكه، وتطلع الخرطه بخرطتها وحاجه كده ولا اروع منها يعني. بس كده نبدأ نقطعها بقى، وزي ما شفتوا شكلها في الاول كان رهيب. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت الحلو، واستنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جديدة، وباي باي.